حلقتنا اليوم عن موضوع شوية حساس، لا هواية حساس. راح نتكلم عن الزنا أو الجنس خارج إطار الزواج، بس بدعتي لا تديرون الأناني. كانت بيوت الدعارة أو فتاة الليل ما كان عندهم مثل هسه يعني إعلان ودعاية ومركز كذا للمعرف منه أو ملهى كذا. إيش كانوا يسوون؟ الحذاء مالتهم عفوا للكلمة يحفرون عليه بما معناه فولو مي، اتبعني. فمو تمشي هي الخاتون على الرمل، فالشاب اللي يحب يروح بيت دعارة يتبع آثار فولو مي اتبعني ويروح إلى هو مو بيت، إلى خيمة الدعارة. طبعا الموضوع هسه تغير وصار اسهل بهوايه، ما يحتاج يحفرون فولو مي على الرمل. فولو مي موجوده بالفيسبوك، ممكن بالانستغرام، بالتويتر. فولو مي اسهل بهوايه الموضوع. سووا لي متابعه على برنامجي. الله لا يحب الزنا ولكن يحب الزاني. الله لا يحب الزنا ولكن يحب الزاني. وازيدكم من الشعر بيت، اول موديل ارتدت البكيني تم اعتبارها انه هي امراه، اسف للكلمه، غير شريفه لان قبلت تلبس هذا البكيني. لذلك تحت عنوان بكيني لا ترخصني غليني، وللساحل وديني، وشويه عريني، والوحد يخليني، والبحر يسليني، والماء يرويني، اعمل تانج ومساج صيني، بس اهم شيء البمه بريني. الصوت مو صوتك، لكن المؤثرات والمثيرات للشهوة مزدادة في هذا الوقت. لذلك ردد وياي 3 مرات: الصوت مو صوت الشاصي، الصوت صوت الصالنصة، الصوت مو صوت الشاصي، الصوت صوت الصالنصة، الصوت مو صوت الشاصي، الصوت صوت البكيني. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 اضحك. طبعا عالم الميديا تغير، أصبحت مداعبات الشهوة كثيرة ومتاحة وأوفر، كلش أوفر. فأصبحت الفنانة مصرة أن ترينا الصرة، أصبحت المذيعة في جلستها غير مستريحة إذا لم تتسرب لها فضيحة، أصبحت المطربة تلتفت على الشاشة ليرى وشم الفراشة، أصبح المشاهد محتاس إذا على الشاشة لا يباس، وأصبحت تقوم القيامة إذا أخفى المخرج الشامة. باختصار، لبست الأحمر المشاهد ضاع، لبست الأصفر لها طاع، لبست الأخضر صاحة. الله يلعن ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. المشكلة انه نظام الايحاءات او الاغراءات دخل في اماكن ما مفروض يكون بيها، مثلا في نشرات الاخبار، مذيعات الاخبار التوب مالتها نازل جدا الى حد ما مفروض ينزل بيه، والمشاهد المسكين بعد النشرة يعني تيه الامور لان هو مركز بغير مكان. يعني مثلا 3 صواريخ سقطت في جولان المحتلة والريال سجل هدفين، لو هي 3 صواريخ في الريال وبجولان هدفين. يعني يا جماعه والله انا مؤدبه، مش عايزه اقول اي كلام قليل الادب. يعني عادة نشرات الاخبار كانوا يتابعوها كبار السن، يعني هم واصلين لارذل العمر، فبالتالي يشوف لك اخبار ذبح وقتل وموت وغيرها، يعني تهون عليه مصيبته فيدور موته مريحه. نفس هذا الحج اللي كان يتابع الاخبار هسه بعد نشرة الاخبار يدور حظ يقرا.